النهاردة أنا هعمل البرجر في البيت زي المطاعم. هحضر صوص البيج ماك اللي هو بيستخدم في ماكدونالدز بطريقة سهلة جدا. معلقتين بصل مفروم فرم ناعم، معلقتين مايونيز كبيرة، معلقتين ماسترد، معلقتين كاتشب، معلقتين خيار مخلل مفروم أو اللي هو رالش، النوع ده بيبقى خيار مخلل مفروم. هخلطهم. ده صوص البيج ماك اللي بيستخدم في ماكدونالدز. أنا معايا لحمة مفرومة، هشكل في بصامة البرجر. لو ما عندكيش كوروا أي حاجة اضغط عليها. أنا هستخدم الجريل. ما عندكيش الجريل، في طاسة على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. الجريل سخن. أنا مش هضيف أي حاجة على اللحمة، هتضيف أي إضافات، بصل، أي حاجة. ده هيبقى كفتة، مش هيبقى برجر. البرجر الأصلي من غير أي إضافات، ده برجر المطاعم الأصلي من غير أي إضافات. هعمل كل اللي معايا بنفس الطريقة. التوابل اللي معايا ملح، فلفل اسود بس. البرجر ملح، فلفل اسود. حابة تضيفي شطة براحتك. رشة ملح، رشة فلفل اسود. هقلبها على الناحية التانية. دي طريقة المطاعم. هتضيف اي اضافات مش هيبقى برجر. هضيف رشة ملح ورشة فلفل اسود. هعمل كل اللي معايا بنفس الطريقة. حابة تضيف الجبنة من فوق عشان تسيح براحتك. هحضر الساندويتش. الصوص اللي انا عملته: خيار مخلل مقطع، بصل احمر، طماطم، خاص لو حابة. البرجر شايفة مستوي وجميل. اي نوع جبنة انت حباه، جبنة سبايسي، جبنة امريكا تشيز، اي نوع جبنة انت حباه. طريقة سهلة جدا، دي طريقة المطاعم. ساندوتش زي ده بتشتريه بالشيء الفلاني من المطعم. شايفة البرجر سهل، ما بياخدش وقت، بتحضر في دقايق. كل الاطفال وكل الاولاد بتحب الحاجة السهلة اللي زي دي. عاملة معاها فرايز. شايفة الساندوتش سهل وجميل وما بياخدش وقت. لو راجعة من شغلك تعبانة بتحضري في دقايق. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. لو ما عملش فولو اعمله فولو علشان يوصلك شهر باي فيديو جديد ينزل. تابعيني على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، فعل الجرس. اشوفك في فيديو جديد.